مصادر القوة ومصادر الضعف. شعور حلو قوي لما تلاقي كل اللي حواليك بيدعموك. مصدر من مصادر الطاقة اللي تحتاجها كلها، من أول المعرفة والقوة، السلام، الاهتمام، وحتى الحب. جوانب كتير قوي من حياتنا بنحتاج فيها مصادر الطاقة دي. فتخيل معايا كده كل اللي حواليك بيدعموك وبيدوك مصادر الطاقة دي كلها، من أصدقاء لأحباء لعائلات. مصادر طاقة ما بتخلصش وما بتنتهيش، بس لو هنغزل من الناس دي، امتى بقى نبقى خذلنا بشكل منطقي سليم، وامتى يبقى العيب من الاشخاص اللي حوالينا؟ فتخيلوا معايا بقى ان مصادر الطاقة دي كلها موجودة حواليكم، يبقى ربنا فين من حياتنا؟ احنا كأشخاص بنستمد من اشخاص تانية زينا مصادر طاقة. نستاهل بعض المواقف اللي احنا اتحطينا فيها، مش عشان اتصرفنا بغباء في الموقف ده، او حتى الاختيار بتاعنا كان طالع خاطئ بالنسبة للاشخاص. علشان نعرف ان مصدر الطاقات اللي انا قلتها في اول الفيديو دي كلها موجودة عند ربنا. مصادر الطاقة من اولها لاخرها موجودة عند ربنا. مصادر الضعف كلها موجودة في عدم اختيار الطريقة اللي هنتعامل بيها مع بعض، او السلوك البشري اللي هنتعامل بيه مع بعضنا البعض. مهم جدا تفهموا النقطة دي. زي مثلا ربنا منزل لنا القرآن الكريم في أكبر مصادر المعرفة والنور والهداية والأمان والسلام والاطمئنان النفسي. حتى أكترية الناس اللي بتقرأ بدون تدبر وبدون وعي حتى بيقولك أنا ارتحت نفسيا، ما بالك بقى لو قرأوا بتدبر وتعمقوا وفهموا واستكشفوا الآيات. سؤال هنا تاني، ليه بقى ربنا عنده كل المصادر الطاقة دي؟ وليه تعاملنا مع بعض مش لازم يبقى بسحب او شحن الطاقات من الاشخاص المحيطين بينا؟ ممكن السؤال يتسأل هنا بطريقة تانية، طب ليه ربنا خلق كل الناس دي او كل البني ادمين دي لو مش هنستمد منهم طاقات معينة او احتياجنا لاشياء معينة؟ السؤال ده ليه 3 جوانب. اول جانب طبعا من وجهة نظري انا العقل، نعمة العقل اللي ربنا ميزنا بيها عن سائر المخلوقات كلها. وعشان كده ربنا قايل في القرآن ولقد قربنا بني آدم. وآية تانية إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني كل ده انت مسؤول عنهم واستغلالهم وتخليهم يستكشفوا العالم اللي حواليك، او حتى بتستخدمهم بطريقة صحيحة. الجانب رقم 2، عندنا نعمة اسمها طاقة. الطاقة دي اول ما بتفيض او بتزيد عن حدها او حتى بتخلص، بيبتدي المردود الجسدي بقى بتاعي انا بيوصل للاشخاص اللي قدامي. مثلا لو انا طاقتي فاضت عن الشخص اللي قدامي هقوم اتعصب هزعق، لكن لو طاقتي خلصت هحتاج اروح له تاني. لو انا يعني بستمد الطاقة من البني ادمين اللي زيي، محتاجة تاني اروح وابتدي بقى اعيط واقول الحقوني انا في مشكلة حد يساعدني، كل الكلام ده. 3 او جانب رقم 3، الكوميونيكيشن او التواصل مع ربنا بستخدمه باي طريقة انا احددها بيها. يعني مثلا ممكن اتواصل عن طريق الصلاة، قراءة القرآن، اي طريقة من الطرق اللي انا عاوزاها، يوجا او حتى تأمل. هو اصلا التركيز على النفس في الشهيق والزفير ده اصلا بيدينا اوبشن ان احنا نسترخي ونبتدي ان احنا نتواصل بطريقة عميقة جدا. حتى لو مركزناش في اول 3 دقايق، 20 دقيقة او 25 دقيقة اللي احنا بنتواصل بيهم بيبقوا بعمق جدا. يبقى اختصار كل الكلام ده، انا عندي نعمة العقل، عندي نعم زي السمع والبصر والفؤاد. كل ده اول ما طاقتي تخلص بستخدمهم كلهم للكوميونيكيشن او التواصل عن اي طريقة او باي طريقة انا احددها. التواصل مع ربنا، البني ادمين مساعدة طفيفة بسيطة مش اكتر، لا مصادر شحن ولا طاقة ولا اي حاجة. وهنا نبتدي نجاوب على سؤال تاني، ليه انا عندي ميزة العقل وعندي طاقة زيادة او طاقة مستهلكة اللي هي خلصانة؟ ببساطة، لو انا عندي ضغط في الشغل، ضغط في البيت، او استحملت في المكانين دولا بالذات طاقة زيادة، على اتفه سبب ممكن هنفجر بجد. يعني فكروا فيها كده، هتلاقوا حتى السبب اللي انتوا مثلا اتعصبتوا عليه او اندفعتوا ليه ده سبب تافه جدا، عشان انا استحملت فوق طاقتي بزيادة انفجرت على اتفه سبب قدامي. وهنا
الضغط النفسي معناه اللي هي النقطة رقم 2 اني مش منظمة يوم. اليوم لازم يبقى منظم على حسب بعض القواعد المعينة اللي انا حطاها لنفسي: عدد ساعات الشغل، عدد ساعات البيت، واللي هتخليني برضو اشيل فوق طاقتي واتحمل عبء زيادة ان انا مخرجتش كل انواع الاعباء اللي انا شلتها في اليوم كل يوم بيومه، اللي هو انا بعمل اعادة تدوير لاي حاجة غلط حصلت في اليوم عن طريق التنفس او التأملات اللي انا بستخدمها علشان اخرج بيها كل الانفعالات او الغضب الزايد اللي انا كتمته في يومي. ولو انا كتمت غضب معناته ان انا مش متحملة في الوقت ده فوق طاقتي، او حتى الموقف مضايقنيش بس الموقف محتاج يخرج لان هو بيبقى لسه موجود عندي في الجسد بتاعي او حتى في الهالة او الطاقة بتاعتنا. هنا في المواقف دي كلها لو مستخدمتش العقل او مستخدمتش ذكائي في سيطرتي على كل الامور كلها هيحصل اختلال في التوازن. لو استخدمت عقلي وقدرت بشكل معين اني اسيطر على المواقف والانفعالات في يومي هتبتدي الطاقة السلبية بتقل والطاقة الإيجابية تعلى عندي ويبقى مخزون حتى الحركة والنشاط دايم في اليوم. أما لو مخرجتش كل المواقف السلبية هتبتدي إنها تزيد والطاقة الإيجابية حتى هتفضل واقفة مكانها، فهيحصل عندي نوع من أنواع الانفجارات. ده بالنسبة للطاقة عموما، ولكن انا استخدم الميزات اللي ربنا كرمني بيها علشان ابتدي اتعايش مع كل الامور المحيطة بيا من شغل وبيت وعمل من حاجات كتير قوي. وعلى فكرة الانفجارات او الانفعالات الزايدة عن اللزوم ما هيش مصادر قوة ابدا، خدوا بالكم من الموضوع ده. ما تنسوش تحطوا لايك لو الفيديو عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد. باي.